السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده هنعمل مع بعض طبق الفول اللي قدامكم ده. هندمس مع بعض فول لرمضان، هوريكم تدمسيه ازاي. لو انت لسه ما عملتوش تقدري تعمليه دلوقتي حالا وتخزني منه عندك في الفريزر يقعد معاكي طول رمضان، تقدري تتسحري بيه كل يوم. فول زبدة زي ما انتوا شايفين كده، ولونه جميل ومش هيصفر معاكي ولا هيسود ولا هيحصل له اي حاجة. تابعي معايا الخطوات وهقولك تعمليه ازاي بكل التفاصيل ومن غير دماسة كمان. معايا هنا الفول، اللي هو الفول اللي بيتدمس. تنقي الحباية اللي هي بتبقى البلدي البيضة الكبيرة دي مش الصغير. لو لقيت الفولاية مكرمشة زي ما هو، أكيد أكيد لازم الراجل يجيب لك كام حاجة مكرمشة كده، بتشيليهم ايه على جنب، ممكن ترميهم أو ممكن ايه لو هم قليلين بتسيبوهم عادي، بس يفضل يكون الفول كله الحباية الكبيرة اللي هي البلدي دي تترمى. تمام. الفولاية الكبيرة دي ايه اللي هي اللي تلاقيها مكرمشة كده ترميها. ومعايا هنا كوباية من الفول المدشوش، وبتمليها مية كده الطبق ده، وبنسيبه يتنقع هو والفول نفس المدة بالظبط. انا هنا الفول ده كنت جايباه من عطار، انا عارفاه يعني حاجته مضمونة وكده، فمش بيحتاج ان هو يتنقع بال 12 ساعة والليلة والكلام ده. لو قعد مثلا يعني 4 5 ساعات كده كفاية قوي. هو كان قعد معايا حوالي يعني 4 5 ساعات، وطبعا كل ما المية بتنقص من على الفول بنلاقي ان الفولة كبرت، بتقومي رايحة كبة المية دي وتغيري له المية تاني. بتشيلي المية منه، يعني ما تزوديش مية على المية القديمة، لا يعني كبي المية وحطي المية، زودي مية تاني. والفول المدشوش نفس الكلام. ده اول حاجتين. في حاجات تانية طبعا انا بستخدمها. ده شكل الفول هنا بعد ما كان كبر. هو طبعا ده نص كيلو. تمام. انا جربت في نص كيلو طلع حلو، وهجيب كمان كيلو وهعمله تاني. دي كده كمية الفول. زي ما انتوا شايفين الفول بعد ما كبر معاه والفولاية كبرت بقى شكله عامل ازاي وجميل. حضرت بقى بقية المقادير معايا. معايا كوباية برضو عدس. كوباية العدس دي انا بغسلها برضو كويس جدا وبنضفها و... وبسيبها عشان بستخدمها. ما تكتريش. بصوا الفول معايا عامل ازاي بعد ما كبر شكله. تمام. العدس ما تكتريش منه، يعني تبقى كوباية بس عشان ما يغيرش طعمه. والفول المدشوش يبقى اكتر من العدس. تمام. وجزراية تبشريها وطماطميتين تبشريهم. آه ومعايا هنا بابريكا والكركم. تمام. والليمون. دول هنضيفهم على الحلة بتاعة الفول واحنا بنحطه. هجيب هنا معايا الحلة تبقى ستيل عادي لو انا ما عنديش الدماسة. هقولك ازاي تعمليه في الحلة ويطلع معاكي مستوي وجميل، وكمان مش هيقعد ال 12 ساعة اللي بيقعدهم في الدماسة. هيقعد معاكي من 3 ل 4 ساعات على النار، والنار كمان تكون هادية. حطيت الفول وبعدين حطيت العدس وبعدين الفول المدشوش. هنحط بقى لو انت عندك بليله كمان بتحطي بليله. بس انا ما حطيتش بليله المره دي وطلع طعمه جميل برضو، مفيش فيه اي مشكله. الحاجات دي كلها بتديله فايده وبتخلي البقوليات بتاعته عاليه وبيبقى تحفه بصراحه. حطيت هنا الجزرية المبشوره والطماطم المبشوره. كل الحاجات دي مبشوره من غير قشور ومن غير اي حاجه. وهنحط التوابل البابريكا والكركم، وكل ما تزودي بابريكا وكركم كل ما يكون افضل، بس ما تزوديش كركم قوي يعني، بس الكترها تفيد ما تضرش. هنحط يعني ليمونه. تمام. الليمونه دي بتساعد ان الفول لونه ما بيسودش معاكي. نحط كده ليمونه كامله. لو انت عايز تزودي ليمونه مش مشكله، بس هو الليمونه دي غرضها بس ان هي تحافظ على لون الفول. طبعا احنا بنحطه في الفريزر وكل حاجه، بس برضو بتطلعيه بيبقى لونه كهرمان زي ما هتشوف اخر الفيديو كده. هنشيل بقى البذر والحاجات اللي اتحطت دي وقعت مننا بالغلط، وبنضيف بقى مية تكون سخنة. تمام. وبنحط المية دي بتغطيه كده بشوية، وبنحط أول نص ساعة. نقلب بقى كل الكلام ده. أول نص ساعة على النار تكون النار عالية، وبعد كده بنوطي وبنحط الشياطة. آه
انا كنت نسيت احط الشياطه، فهتلاقوني في نص الفيديو شلت نقلت من حله لحله تانية، لان كان هيشيط مني، فقمت رايحه نقلاه في حله تانية وشلته من الحله الستيل. انا هنا حطيته ده اول نص ساعه على نار تكون متوسطه مش عاليه قوي برضه عشان الحله ما تتحرقش. ده هنا كان بعد نص ساعه، بصوا شكله بدأ ان هو ايه يستوي، النار بدأت ان هي تعلى والميه غلت تماما، نلاقي الحاجة كلها لونها بقى من الكركم لونها اتغير كده. هنقلبها كده تقليبة كويسة، وهنبدأ بقى نوطي النار عشان ياخد بقى ايه التسوية الصح واحنا قافلين. لو الحلة بتاعتك مفيش فيها نقطة البخار من فوق، بتغطيه وتوربي الحلة كده يعني ربع كده بس. ده هنا كان بعد ما سبته بقى إيه حوالي 3 ساعات او 3 ساعات ونص، بس انا كنت نقلته في حلة الجرانيت وحطيت عليه الشياطة. وبعدين بقى انت امتى تشيلي من على النار الفول وانت مطمنه؟ لما تيجي تقلبي فيه ما تلاقيش فيه لا عدس ولا الفول المدشوش ولا الجزر ولا الكلام ده، كل اللي بتلاقيه الفول بس، والباقي كده كله صوص. وتلاقي الفوليه معاك كده بتتقطع، تبقى عامله زي الزبده في ايدك. لما بتوصلي للمرحله بتتاكدي بقى ان خلاص الفول بتاعك استوى وبقى جميل جدا. بنطلعه بقى من على النار وبنغرفه كده، ومش بنضيف عليه اي حاجه غير ساعه التقديم. ده طبق كده انا هوريه لكم قدامكم. هوريكم ال الحاجة اللي انا احطها عليه، واللي هي التوابل بتاعته هتبقى ايه. بحط كده شوية ملح على حسب الرغبة، طبعا الفول هنا تقيل، اللي عايز يخففه بمية تمام، اللي عايز يحط عليه طحينة تمام. انا هنا هعمله من غير طحينة بقى. حطيت شوية ملح، وهحط كمون، بحب احط الكمون قوي على الفول، وشوية فلفل كده، رشة فلفل، ما بحبش اكتر قوي عشان ما يبقاش حامي. حابة تحطي شطة حطي، مش حابة براحتك، حابة بقى تزودي بابريكا عليه براحتك بقى. حابة تحطي فص توم وتعمليه يعني زي طشة كده وتحطيها عليه انتي بقى وراحتك، كل واحد وراحته. الكمون ما تكتريش منه برضه عشان ما يبقاش مر. وبنحط بقى شوية زيت كده فوق الوش، ولو عندك زيت حار، عندك حابة تحطي زبدة. انا جربته بعد كده بالزبدة كان طعمه خطير جدا. حابة تعملي بقى فول بالطماطم بقى والفلافلة والكلام ده كله بيطلع تحفة. بص الفول اصلا لونه عامل ازاي وسايح ازاي وخطير، والله العظيم احلى من بتاع السوق كمان. تعصري بقى عليه عصرة الليمونة وتدوقي احلى فول. بصوا انا هنا دقته كان طعمه، انا بجد مصدقتش ان ده انا عملته في البيت والله العظيم. والفولات بتتقسم معايا بمنتهى السهولة، زبدة والله. اتمنى تجربوا الفول على طريقتي، وان شاء الله هيعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.